انتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة المجاهد العقيد الطاهر زبيري، قائد الولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة السابق، عن عمر ناهز 95 عاما حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. وقد ولد الفقيد سنة 1929 بسدراتة ولاية سوق أهراس، وكان من الطلائع الأولى للثورة التحريرية المجيدة، حيث اعتقل وحكم عليه بالإعدام قبل أن يفر من السجن رفقة القائد التاريخي مصطفى بن بولعيد سنة 1955، ليتم تعيينه بعدها قائدا للفيلق الثالث بالقاعدة الشرقية، ثم قائدا للولاية التاريخية الأولى سنة 1960. وبعد الاستقلال تولى الراحل عدة مناصب، آخرها عضو مجلس الأمة. وترك الفقيد عدة مساهمات في كتابة تاريخ الثورة التحريرية، من بينها مذكراته التي حملت عنوان مذكرات آخر قادة الأوراس التاريخيين 1929 إلى 1962، التي جمع فيها بين السيرة الذاتية والوقائع التاريخية.